السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن مصطلح مشهور في مدن القنال اسمه أو المصطلح ده اللي هو الأدوار الجدوية. الأدوار الجدوية عند أهالي مدن القنال يعني مجموعة أغاني مرتبطة بالسمسمية أو بتتغنى على السمسمية، جات لهم للسويس وإسماعيلية وبورسعيد عن طريق بحارة جدة. طبعا يعني بعد البحث ودورنا ورا المصطلح ده، فوجدنا ان اغلب الاغاني اللي بيسموها الادوار الجدوية هي اغاني من فن الخبيتي او اليماني. بس طبعا المصطلح الخبيتي او اليماني ده ما كانش معروف في مدن القنال، وما كانش من ضمن الفنون اللي بتتقدم في مدن القناة. ف... فلما جم بحارة جدة، بحارة من جدة، وكانوا بيروحوا السويس، وبعضهم كان بيستقروا فترة في السويس، فكانوا بيتبادلوا الغناء والفنون مع أهالي السويس. فمن ضمن الأغاني دي كان أغاني مجموعة كبيرة من الأغاني من فن الخبيتي أو اليماني. طبعا زي قولوا يا لاحي، زي يا ليدان يا ليدانا، زي يعني مجموعة أغاني كتيرة بتتغنى في السويس وإسماعيلية وبورسعيد بيسموها الأدوار الجدوية. طبعا كلمة الجدوية يعني من جدة، اللي هم اللي خدوهم بحارة جدة. وكان اغلب البحارة دول ليهم مثلا معرفة بحد من فنان من مدن القناة اللي هو اسمه عبده كبربر، او عم عبد الله محمد مرسال، عبد الله كبربر، عم علي حجي. الناس دي كان ليهم علاقة بيهم، كانوا يعني كان في علاقات، لان هم معظمهم اشتغلوا في البحر لفترة مع المجموعة ديت اللي هي كانت بتيجي من جد، بحارة أو صيادين أو على المراكب التجارية. فكانوا الجداويين بيقدموا الأغاني بتاعتهم، وكان برضو البحارة السويسة بيقدموا الأغاني والفنون بتاعتهم، فكان بيحصل تبادل. فطبعا ده يعني إلى جانب إن كان أصلا الفن الينبعوي معروف، يعني أغاني الفن الينبعوي كانت معروفة وموجودة وبتتغنى، بس هم كانت بالنسبه لهم الاغاني الخبيتي او اليماني دي كانت اغاني جديده عليهم، يعني اول مره يسمعوها، اول مره يشوفوا الفن دوت. فهم كانوا عايزين يحطوا له مسمى عشان لما يجوا يقعدوا بينهم وبين بعضيهم ويغنوا الفن ده او يقولوه، يبقى سهل ان هم يقولوه بالمسمى بتاعه. فهم ما كانوش عارفين كلمه الخبيتي او اليماني، رغم ان هي كانت معروفه في الطور وفي الغردقه وفي البصير، لكن بالنسبة لمدن القنال ما كانش معروف المصطلح دوت. ف... فهم سموها بمسمى الأدوار الجدوية عشان يبقى معروفة لما يقعدوا بينهم وبين بعض، يقولوا ايه، هات لنا دور جداوي مثلا، فيغنوا أغنية من الأغاني دي، مثلا زي الدور مثلا خبيتي اللي طلت بنية من الروشن صغيرة والحلا فيها، يا ريت أبويا وأبوها أخوات، لأقطف من الورد أعطيها، اللي هو ماله غرض لا يكلمني. ثم طبعا يعني بيغنوا معظم الادوار ديت على الايقاع البحري اللي هو ايه السريع شويه. وكمان هتلاقي معظمها الاغاني دي على مقام البيات، مش على الرصد. طبعا الرصد معروف ان هو اغلب الاغاني السمسميه اللي في مدن القنال على مقام الرصد، لكن لما دخلت عليهم الاغاني دي فطبعا مقامها بيات. فانت هتلاحظ لو انت بتستمع ليها ان كل الادوار اللي على مقام البيات هم اللي بيطلقوا عليها اسم الادوار الجدويه. وده كان تعريف يعني للمصطلح دوت، اللي هو حتى الايام دي المصطلح ده بيجي مش معروف او مش بيتقال، لكن كان بيتردد على ايام عبد الله كبربر، على ايام علي حجي،
ومرسي بركة ومجموعة كبيرة من الفنانين في بورسعيد كانوا بيقولوا اللفظ دوت او المصطلح ده اللي هو الادوار الجدويه. الادوار الجدويه اللي جات لهم من جده عن طريق بحار الجده، واغلبها كانت ادوار خبيتي او اللي هو فن اليماني يعني. وده طبعا بعيد عن الفن اللي هو الفن الينبعاوي اللي مستقل بذاته وليه اسمه وليه كيانه يعني، ومعروف ايقاعه. فده كان فيما يتعلق بمصطلح الأدوار الجدوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.